السلام عليكم، إن شاء الله الجميع بخير. أهلا وسهلا بكم في قناة الرياضيات مع كريم أسد. مثل ما وعدناكم اليوم راح نتعرف على عملية الضرب. أول فكرة بعنا ضرب منزلة بمنزلة، مثلا 5 ضرب 7 35، أو 9 ضرب 4 36. ضروري بهالفكرة يكون حافظين جدول الضرب. الفكرة الثانية ضرب منزلتين بمنزلة، مثلا 23 ضرب 4. الفكرة الحل هون راح نكتب بالطريقة العمودية. دائما إذا عندي رقمين مضروبات ببعض ورقم أكبر من رقم، دائما الرقم الكبير نخليه من فوق بالطريقة العمودية. 23 ضرب 4، نضرب الأعداد اللي فوق بالأربعة. 3 ضرب 4 12، 2 نضع باليد 1، واثنين ضرب 4 8، وفي عندي باليد 1 نجمع وجمع. 2 ضرب 4 8، وفي 1 9. مثال ثاني، مثلا 65 ضرب 5. نكتب الطريقة العمودية مثل ما اتفقنا، العدد الأكبر يكون من فوق. 65 ضرب 5، نضرب العدد الفوق بالعدد الثاني. 5 ضرب 5 5، واثنين باليد 25. 6 ضرب 5 30، وبعندي 2 باليد أصبح 32. الفكرة الثالثة هي ضرب 3 منازل بمنزلة. نفس الفكرة يا جماعة، نكتب بالطريقة العمودية. 321 ضرب 5، 321 ضرب 5. نضرب جميع الأعداد اللي بالعدد الأول بالعدد الثاني. 1 ضرب 5 5، 2 ضرب 5 10، 0 باليد 1. 3 ضرب 5 15، في عندي 1 باليد أصبح 16. مثال ثاني، 430 ضرب 6، 430 ضرب 6. مثل ما اتفقنا الرقم الأكبر يكون من فوق. طيب 0 ضرب 6 0. 3 ضرب 6 18، 8 هون و1 هون. 4 ضرب 6 24، عندي 1 فوق 25. أما الفكرة الرابعة هي ضرب منزلتين بمنزلتين. هنا نشوف عدد المنازل متساوي، اللي بدي اياه اكتب من فوق لانه ضرب عملية تبديل. راح اكتب 25 ضرب 14. نختار اول عدد اللي هو منزلة الآحاد، نضرب جميع الارقام العدد الاول بيه. يعني 5 ضرب 4 20، 0 باليد 2. 2 ضرب 4 8، وفي عندي 2 اصبحت 10. انتقل الى الواحد اللي هي مرتبة العشرات، ولكن اضع بالناتج 0 وامحي لي باليد حتى ما يخربطني. طيب نضرب بالواحد. 5 ضرب 1 5، واثنان ضرب 1 2. تتحول العملية الى الجمع. 0 زائد 0 0، و0 زائد 5 5، و1 زائد 2 3. مثال ثاني، 37 ضرب 20، 37 ضرب 20. مثل ما حكينا نضرب أول منزلة اللي بالرقم التحتاني. 7 ضرب 0، 7 ضرب 0 0، لأنه أي عدد ضرب العدد 0 هو 0. و3 ضرب 0 كمان 0. ننتقل إلى المرتبة الثانية، ولكن نضع هون بالآحاد 0. 7 ضرب 2 14، 4 هون 1 باليد. 3 ضرب 2 6، في عندي 1 باليد أصبحت 7. تتحول عملية إلى الجمع. 0 زائد 0 0، و0 زائد 4 4، وهي 7 تنزل مثل ما هي. الفكرة الخامسة بموضوعنا لهذا اليوم هي ضرب 3 منازل بمنزلتين. هون 3 منازل وهين منزلتين. مثل هذا المثال، 512 ضرب 50. مثل ما حكينا قبل شوي، إذا في عددين مضروبات ببعض ورقم أكبر من رقم أو أكثر منازل، الرقم الأكثر منازل أخليه
من فوق لسهولة الحل. يصبح لدينا بالطريقة العمودية 512 ضرب 50. نفس الطريقة يا جماعة، نضرب أول شي بالصفر. 2 ضرب صفر صفر، 1 ضرب صفر صفر، و5 ضرب صفر صفر. ننتقل إلى المرتبة الثانية ولكن أضع هون صفر. 2 ضرب 5 10 صفر، وباليد 1. 1 ضرب 5 5، وفي عندي باليد 1 6. 5 ضرب 5 25. وتتحول العملية إلى الجمع. 0 زائد 0 صفر، و0 زائد 0 صفر، و0 زائد 6 6، و25 تنزل. الفكرة السادسة، ضرب 3 منازل ب3 منازل. هون عدد المنازل متساوي، فالرقم اللي بدي اياه اكتب من فوق. المثال الاول 718 ضرب 341. مثل ما حكينا نفس الطريقة ونفس الفكرة يا جماعة. نضرب الأول منزلة بالرقم التحتاني. 8 ضرب 1 8، 1 ضرب 1 1، و7 ضرب 1 7. ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي العشرات، ولكن نضع صفر هون. طيب 8 ضرب 4 32، هين 2 و3 باليد. 1 ضرب 4 4، في عندي 3، أصبح الناتج 7. و7 ضرب 4 28. ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي المئات، ولكن أضع هون صفرين. 8 ضرب 3 24، 4 هون وباليد 2. 1 ضرب 3 3، في عندي 2 باليد، أصبح 5. و7 ضرب 3 21. وتتحول عملية إلى الجمع. 8 زائد 0 زائد 0 8، 1 زائد 2 زائد 0 3، و7 زائد 7 14 زائد 4 18. 8 باليد 1، طريقة عملية الجمع. 1 زائد 8 9 زائد 5 14، 4 باليد 1. 1 زائد 2 3 زائد 1 4، وهي الاثنان تنزل. المثال الثاني كمان 3 منازل في 3 منازل. 517 ضرب 102. طيب شو رأيكم هذا المثال راح تحلون انتم بالبيت، وراح اعتبره من الواجب المنزلي، بالاضافة الى بعض التمارين راح اكتبها حاليا. ولكن قبل ما اكتب الواجب يا ريت الكل يشارك القناة حتى تعم الفائدة. الواجب راح يكون 322 ضرب 516، و 788 ضرب 56. موضوعنا للفيديو الجاي راح يكون ان شاء الله تعالى هو عملية القسمة. اشوفكم بخير.